بعد ما تسمع المشكله دي يبقى قول لي مشكلتك ايه. في 2018 جالنا حد قال انا عندي بواب. انا كنت ماسك اتحاد ملاك في العماره، وجالي حد قال انا عندي بواب وعايزه يشتغل، بس هو معاه 4 عيال ومراته وعنده مشكله معينه. ايه المشكله اللي عنده؟ قال ده رجليه مقطوعه. فانا والسكان قلنا له يعني طب ازاي رجليه مقطوعه واشتغل بواب؟ فقال هو عايز ياكل عيش، الحاله اتدهدر بيه فعايز ياكل عيش. المهم بعد مشاورات الحته الانسانيه تغلبت على سكان العماره وقالوا يجي. المهم جه فشفناه وشفنا مراته وشفنا اولاده. اكبر حد في اولاده كان ساعتها كان عنده تقريبا حوالي، يعني مثلا نقول مثلا كان في 5 ابتدائي، واصغر حد كان عنده 3 سنين تقريبا او سنتين وشويه، عيل صغير خالص، وهم 4 عيال، ولدين وبنتين. المهم ان مراته هي اللي بتقوم بكل الواجبات اللي المفروض يقوم بيها البواب، وهو طبعا عشان رجليه مقطوعه فممكن يقعد بس كده على باب العماره يشوف مين طالع مين نازل على قد بقى مجهوده يعني. المهم الراجل ده اشتغل معانا شويه. طبعا انا بحكم ان انا مسكت اتحاد الملاك كذا سنه، فانا ليا نظره في الناس حراس العقار، واللي بيمسك اتحاد ملاك فاهم انا بقول ايه. الراجل ده شكله مش حارس عقار، يعني ما اشتغلهاش قبل كده، وتعاملاته بتقول ان هو لا مش حارس عقار خالص. يعني تعاملاته بتقول ان هو كان راجل يعني متوسط المعيشه او كمان مرتفع المعيشه. ولاده طريقتهم في التعامل متربيين ومحترمين، ما بيبصوش ما بياخدوش حاجه، تيجي تديهم حاجه يقول لك لا شكرا. فبالطريقه باينه ان في تعليم وان في تربيه. الست طبعا بتقوم الصبح الساعه 6 بتروح شغل، وبعدين ترجع تشوف شغل العماره على الساعه 4 5 لحد بالليل لما تنام وتعيد الكره تاني. المهم انا فضولي خدني، انا عايز اعرف الراجل ده قصته ايه. الراجل ده مش بواب، انا متاكد ان هو مش بواب. المهم انا كشت معاه في الكلام، فعرفت ان الراجل ده كان عنده زي مصنع صغير على حته ارض صغيره في احدى المحافظات، وفي نفس الوقت عنده بيت ملك جنب الارض دي وجنب المصنع، مصنع ملابس في احدى المحافظات. المهم طلع له مشكله صغيره في رجله، قعد يعالجها، المشكله بتكبر فبينزل القاهره فبيصرف فبيحتاج مصاريف فباع المصنع. المهم من هنا لهنا لحد ما رجليه اتقطعت. طبعا انا بختصر يعني، الموضوع كان طويل ورحله علاج طويله. شويه شويه عشان مصاريف ولاده قاعد في البيت مش عارف ايه، وعنده 4 عيال وعنده بيته وعنده حاجته، فباع الارض. برضه الفلوس خلصت، فابتدى يشوف شغله هو ومراته لحد ما جم عندنا العماره. طيب الناس تسيبه في حاله؟ لا، كان في ناس كانت بترازيه، كان في ناس كانت بتعايره بالعاهه اللي عنده او بالمشكله اللي عنده، اقسم بالله. المهم الست كانت بتطلع تشتغل طول النهار وترجع بعد العصر تشوف شغل العماره، لو في حد عايز حاجه هتمسح سلم هتعمل حاجه، كانت هي بتقوم هي وعيالها بالمهام اللي هو المفروض يقوم بيها. وهو كان دوره كان بسيط جدا، ان هو يقعد على باب يشوف مين طالع يشوف مين نازل وهكذا يعني. المهم حصلت مشكله في العماره مع احد السكان، بيتخانق معاه كانه انسان عادي جدا زيه يعني، ما فيش اي مراعاه لاي اصابه او حالته. وكانوا بيناموا هم ال6 والله العظيم في اوضه تقريبا ما تكملش 2 متر في 2 متر تربه، والاوضه دي كان فيها الصرف الصحي بتاع العماره. هي اوضه صغيره تستحمل يعني ممكن واحد ومراته بالكتير ومعاهم طفل صغير زي كل العماير، يعني ما بيعملوش حساب لغرفه الحارس يعني. شويه الراجل ده تعب لحد ما وصل وقطع رجليه التانيه. ما علينا، بقت الست هي الراجل وهي الست، وهي بتعمل كل حاجه ليها ولعيالها، وبقت بتشغل عيالها لحد ما حصلت مشكله تاني في العماره، والناس نزلت عايرته برضه باصابته. المهم مشوه من العماره. طب الحياه خلصت على كده؟ لا، الراجل ده مشي راح عماره تانيه هو ومراته، وبعد المشكله اللي حصلت عندنا في العماره اللي قعد عندنا فتره طويله قرر ان هو يرجع بلده. راح يرجع بلده، فمراته كانت وهي شغاله كانت بتحس دايما ان بيجي لها صداع جامد جدا، بس هي طبعا عشان العيال والمصاريف ما تقدرش تقول انا عندي صداع او انا تعبانه، لحد ما الموضوع وصل لذروته. راحت تكشف اكتشفت ان هي عندها ورم في المخ. طبعا ورم في المخ ده اكيد كل الناس عارفه بيحتاج علاج وبيحتاج مصاريف قد ايه وازاي، وهي
في رقبتها كوم لحم، ال4 عيال، والراجل يا عيني اللي رجليه الاتنين مقطوعين. وناس محترمين جدا وفي منتهى الامانه ومنتهى الاخلاق، ده عهدي بيهم يعني قدام ربنا. المهم شاء ربنا انه يخفف بالست دي، والست دي ماتت. اصبح كده ما بقاش فيه غير الراجل ورجليه الاتنين مقطوعين وال4 عيال الصغيرين. رحت اقدم واجب العزاء، سافرت لهم قدمت واجب العزاء وقعدت اتكلم معاهم الدنيا ماشيه ازاي وبتاع. فطبعا اهل الخير مش بيسيبوا حد، لحد ما الراجل ده مات وساب له 4 عيال. فانا عايز اعرف بعد اللي انت سمعته ده، انت مشكلتك ايه؟ مشكلتك ان انت في الشغل ضاغطين عليك؟ مشكلتك ان انت مرتبك صغير شويه؟ مشكلتك ان انت عندك اعباء في الحياه عاديه جدا؟ مشكلتك ان انت خطيبتك سابتك؟ يعني مشكلتك ايه بعد ما سمعت القصه دي كلها؟ انا خلي بالكم انا اختصرت جدا والله، الموضوع ابشع من كده بكتير وفي تفاصيل كتير، بس انا اختصرت. الهدف من الفيديو ده يا جماعه والله في ناس ما عندهاش مشاكل خالص، تقول الحمد لله وتشكر ربنا، لان الناس اللي عندها مشاكل هي دي. في ناس عندها مشاكل ما يعلم بها الا ربنا وساكته وحمد ربنا. فاحنا مشكلتنا ايه؟ احنا لازم نقول الحمد لله كل يوم 50,000 مرة. لازم نشكر ربنا على اللي احنا فيه وعلى النعم اللي احنا فيها. لو في اي مشكلة بسيطة بنتعرض لها بإذن الله نتجاوزها بسرعة، او افتكروا المشكلة دي